صبري كان نايم على السرير وبيسمع صوت أنفاس بتقرب منه. صبري بيموت في جلده من الخوف. الدنيا ضلمة وهو خايف يفتح عينيه، والصوت بيقرب منه ونبضات قلبه بتعلى، وبيسمع صوت خطوات على الأرض ضعيف جدا، وصوت الأنفاس بيقرب ببطء لغاية ما بيحس إن صاحب الأنفاس واقف جنب السرير. وبيقرر صبري إنه يفتح عينيه واللي يحصل يحصل. وبالفعل بيفتح صبري عينيه فجأة وهو في قمة الرعب، والدم متجمد في عروقه وبيتصدم من اللي بيشوفه. انت بتعملي ايه هنا يا وليه؟ والحقنة اللي انت ماسكاها في يدك دي؟ منصورة بتتفزع بعد ما بتخبي الحقنة ورا ظهرها. حقنة ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ اكيد بتهيكلك، انا كنت داخل عشان خاطر اصحيك. صحيني؟ وانت من متى بتدخل تتسحب كده وانت داخله تصحيني؟ ده انت اول حاجه بتعمليها بترزع الباب وتفتح النور وبتفتح الشباك، وبعدين بتجي تصحيني. وبعدين هي الساعه كام علشان تجي تصحيني دلوك؟ الساعة 4، أصل الفجر أذن واني قلت أصحيك عشان خاطر تصلي. حياة أمك، ومن متى وانت بقى بتصحيني عشان أصلي الفجر يا منصورة؟ أنا قلت يعني عشان خاطر ربنا يهديك ويهديني. صبري بيمسك إيديها اللي مخبيها ورا ظهرها. وريني بقى كده اللي في يدك ده. منصورة بتشد إيديها. مفيش حاجة، حملني بقى. صبري بيمسك الحقنة من إيديها. اهدي. دي فيتامينات، أنا كان قصدي أديك فيتامينات يعني عشان خاطر صحتك مش عجباني الفترة دي. فيتامينات برضك يا منصورة؟ انت عايزة تموتيني ليه؟ انا عملت لك ايه عشان خاطر تخلصي مني بالطريقة دي؟ انت جاي دلوقتي تسألني عملت لي ايه؟ ده انت عملت فيا كل حاجة وحشة. ده اني ما شفتش منك يوم عدل، ده اني ما شفتش معاك غير الذل والمهانة. هقولك على حاجة، تعالى نحكي للناس وهم يحكموا علينا. أنا اسمي منصورة، اتجوزت صبري وأنا عمري 16 سنة. كنت عيلة صغيرة بلعب في الشارع مع أصحابي، وفجأة لقيت نفسي من الشارع اللي بتصبري. أمي قالت لي انت يا بنتي هتتجوزي، هتروحي بجوزك تمسحي وتطبخي، واخر الليل تشوفي طلبات جوزك ايه وتعمليها. ده كل اللي أنا كنت فاهماها عن الجواز. لكن بعد ما دخلت بيت صبري من أول ساعة فيه وأنا عرفت يعني ايه مر وذل وإهانة، مش منيه وحديه، ده منه ومن أمه ومن أبوه ومن أخواته. تعالوا بقى أعرفكم الحكاية من أولها. بقول لك ايه يا منصورة يا بنتي، أبوك إدى كلمة لصبري وفرحك خلاص الخميس الجاي. بس أني ما عايزاش أتجوز يا أم، أنا عايزة أفضل ألعب مع البنات في الشارع، أنا لسه صغيرة على الجواز. صغيرة على إيه بس يا بنتي؟ تاني اتجوزت أبوك من عند 14 سنة، إحنا عندنا في الصعيد هو ده السن المناسب للجواز، ولو أخرت عنك ده تبقى بايرة. طب بلاش صبري يا أم، ده نسمع إنه شديد جو هو وأهله، وبعدين شايف حاله كده وبخيل. يا بنت صبري ده مخبر في الجسم قد الدنيا، أهو يبقى لنا ظهر في الجسم، الواحد ما يضمنش ممكن يحصل له إيه بعدين. خلاص يا أما اللي تشوفوه، أنا ما أقدرش أقول حاجة بعد قولة أبوي. ربنا يسعدك يا بنتي ويجعل نصيبك زين. يا رب يا أم يا رب. طبعا أنا ما عايزاش أقول لكم على اتفاق العبش اللي اتفقوا عليه صبري مع أبوي. بقول لك إيه يا عم صالح، أنا اللي تتجوزني هتعيش في نعيم وهنا، يعني أنت هتشيل قبل الجواز وأني هشيل بعد الجواز، يعني يا ولدي فهمني قصدك. يعني يا عم صالح أنت هتجيب العبش وتفرش الشقة اللي هبنيها بفلوساتي وبنتك هتعيش فيها، وأني بقى أصرف عليها بعد الجواز. لكن العبش وشوار البنات بيكون بالنص يا حبيبي. والله يا عم صالح هو دي اللي عندي، واضح كده انك معيش تناسبني، وانت عارف لما نسبتنيش ودتني بنتك شيطاني ممكن يخليني اعمل ايه في الجسم. انت بتهددني يا صبري ولا ايه؟ لا يا عم صالح العفو، ما بهددش ولا حاجه، انا بس بوضح لك الامور، وعلى العموم يعني يا عم صالح عقلك في راسك تعرف خلاصك. وبيمشي صبري من عندنا وابويا بيبقى قاعد شايل الهم. مالك يابا، كأنك مش فرحان ولا ايه؟ لا يا بنتي كيف، لأن الفرحة ما هي ساعاني، بس حاسس اني تعبان هبابة، هدخل اوضتي اريح شوية وهبقى كويس. أنا جاي وراك يا حاجة اديلك اسبرينة وتبقى زي الفل. وبيدخل ابويا وامي الأوضة وبيقفلوا على روحهم الباب. أنا بيبقى قلبي ما هوش مطمن، ما فهمش في ايه في الأوضة، في ايه يا صالح مالك؟ أنا طبعا ما دخلش عليا الكلمتين اللي قلتهم للبت برا دول، قلبي حاسس ان في حاجة واحرة. صبري بيهددني يا سعدية اني لو ما جهزتش البيت وفرشت لها البيت كله انه يحبسني. يا ندامة، يحبسك ده ايه؟ هو صبري ده فاكر نفسه مين يعني؟
ما تنسيش إنه هو مخبر في القسم يا سعدية ويقدر يعملها. يا مرك يا سعدية. طب وبعدين يا صالح لو تعمل إيه؟ أنا شايفة إن إحنا ما نجوزوش البت وخلاص. ما دي كمان بيهددني بيها. طب والعمل يا أخوي؟ أستلف والداين وأفرش الشقة وخلاص. هعمل إيه يعني يا سعدية؟ واحد في سني وصحته راحت صعب يتحبس ويبات على البرش، واللي زي صبري دي ما يسيبنيش ولا هيسيبكم في حالكم. مش بعيد يسوء سمعة البت عشان خاطر محدش يتجوزها غيرها. خلاص خد يا أخويا الكردان بتاعها والخول خالده البيعهم هيسندوا معاك شوي. عمري ما كنت أتخيل إن أنا يتلوي دراعي بالمنظر دي وأصرف اللي قدامي واللي ورايا واستلف وبيع ذهباتك عشان أجوز سوا البت. معرفش باقي العيال بقى هعمل فيهم إيه دول. معلاش يا صالح، معلاش يا أخوي، خلينا نخلص من الموضوع ده وربك كريم، اللي رزقنا قبل كده يرزقنا بعد كده. ونعم بالله يا سعدية، ساني قلبي ما هوش مرتاح للجوازة دي. طب هنعملوا إيه بقى يا صالح؟ أي جوازة زي كل الجوازات اللي في البلد. على العموم أني لازم نتصرف في موضوع العبش دي. خلاص يومين وفرح البيت يوم الخميس الجاي، والمفروض إن الشقة تبقى مفروشة أقل على 3. وطبعا بناء عليه أبويا جاب العبش كله. أنا طبعا ما عرفتش الموضوع ده غير بعد سنين من الجواز، بعد الفرح في بيت صبري. بقول لك إيه يا بنتي يا منصورة، أنا هسيبك الليلة دي عشان تنامي وترتاحك منك عروسة جديدة، إنما من بكرة الصبح عينك تفتح من النوم تاخدي بعضك وتنزلي هنا تشوفي الدار محتاج إيه وتعمليه. بسرعة كده خلا صدفة، ده انت لسه قايلة ان انا عروسة جديدة. هي عزيزة بنتك لما اتجوزت نزلت خدمت حماتها من تاني يوم جواز. انت هتسوي نفسك بيا يا بنتي يا منصورة؟ ده اني ستك وست ناسك. تحمد ربنا ان احنا دخلنا واحدة زيك بناتنا، لولاش بس قلب اخويا صبر يختارك عمرنا ما كنا هندخلك الدار هنا حتى لو خدامة. تنسيش نفسك امال. لكن أنا منيش خدامة يا عزيزة، أنا كنت ست الدار في بيت أبوي. وأنت بتردي على أمي وأختي ولا إيه يا منصورة؟ أنا ما عايزكيش تنسي نفسك. أنت في الدار هنا عشان تسمعي كلمتي وكلمتهم، واللي يتقال عليه ما عايز تسمع غير حاضر ونعم وبس. لكن دي ما يرضيش ربنا يا صبري. صبري نزل بالقلم على وشي. أنت كمان هتعرفين إيه اللي يرضي ربنا وإيه اللي ما يرضيهوش. امشي نجري على شقتي فوق، ما عايز تسمع نفسك واصل. في اللحظة دي بحس إن أنا دخلت المعتقل وما كانش عندي أمل إن أخد إفراج في يوم من الأيام. طلعت على شقتي وأنا مقهورة وما شايفاش قدامي من كتر العياط. دخلت الشقة وقفلت الباب وقعدت على الكنبة وأنا منهارة من العياط، لدرجة إن أنا ما حسيتش بنفسي ورحت في النوم من التعب والقهر. صحيت من النوم على صوت صبري وهو بيزقني برجليه وبيقول لي: تنامي يا هانم ولا إيه؟ كيف تنامي قبل ما جوزك ياتي؟ وسعدية وصالح ما علموكيش تتعاملي مع جوزك كيف؟ هو في حد بيصحي حد من النوم كده؟ حرام عليك يا صبري فزحتني. ده يعلمك انك ما تناميش قبل جوزك ما يدخل عليك. انا ادخل جوا غير خلاجاتي وانام، ما المحش طيفك في الأوضة. ماشي من عيني، بس أنا هنام فين؟ مطرحك على الكنبة هني لغاية مرضى عنك واخليك تنامي في الأوضة معاي اللي تشوفه يا صبري. من هنا ورايح أنا اسمي صبري، فاهمة ولا فاهمك بطريقتي؟ فاهمة. بيدخل صبري الأوضة وبيقفل على نفسه الباب وأنا بحس إن النار قاعدة في قلبي. هو ده الجواز اللي أمي قالت لي عليه؟ إني كل ما عرفت عن الجواز خدمة وتنظيف وطبيخ وبس، إنما ذل ومهانة وشخط ونطر من أول ساعة. ده اللي أنا ما كنتش فاهمها أبدا. وكنتش فاهمة كمان يعني إيه أم وأب يسلموا بنتهم لواحد يتحكم فيها كده، ومش بس هو ده، هو وأهله كمان. وبروح في النوم مكاني بالفستان بتاع الفرح، وبصحى من النوم الصبح على ضربة على كتفي وصوت صبري وهو بيقول: قوم يا بيت، قوم ادخل أوضة جوا غير خلقاتك اللي لابساها دي، الباب بيخبط وشكله أمك وأبوك. تدخل تغير خلقاتك وتخرج تسلمي والضحك على وشك كأنك عشت امبارح ليلة ولا في 1000 ليلة. لو بقك نطق بكلمة أكون مخلص عليكي تحت رجلي أو قاهر قلب أمك وأبوك عليكي. حاضر، هعمل كل اللي بتقول عليه. وبدخل الأوضة بغير خلقاتي وأنا بعيط من القهر على حظي. وبعد ما بغير بسمع صوت منصور وهو بينادم علي. بمسح دموعي بسرعة. هي ألف نهار أبيض، مبروك يا حبيبتي، مبروك يا عروسيتنا. اللهم صل على النبي، أرض احفظي ما عليكي. بترمي في حضن أمي وعيط: مالك يا بيت؟
فيكي ايه؟ مالها البت يا صبري؟ معرفش مالها، ليلتنا امبارح كانت زي الفل، اللزوم وبقى العياط دي يا منصورة. اتوحشت الجو يا أم انت وابوي، اني اول مرة في حياتي انام بعيد عنيكم. كنت فاكرة ان الموضوع سهل، لكن طلع البعد عنيكم وعر قوي. بكرة تتعود يا حبيبتي، هتلاقي بناتنا هنيك في بيت أبوك واكتر. قومي يلا ضيف أمك وأبوكي. أمي ردت على حماتي وقالت لها ملهوش لزوم يا خيتي، احنا جايين نجيب فطار العروسة وماشيين طوالي. تعالي يا منصور، تعالي يا بنتي ندخل الأوضة جوا، عايزاك في كلمتين. وبدخل أنا وأمي الأوضة جوا وأنا ما عارفاش أوقف الدموع من عيني. في إيه يا بنت بتعيط كده ليه؟ إيه اللي حصل؟ احكي لي، ده أمك أو سرك، قولي لي يا بنتي، مد يده عليكي ولا حاجة؟ لا يما، ما فيش حاجة من دي حصلت، أنا بس مانيش متعودة على الدار هنا ولا متعودة على الناس اللي فيه، عشان كده ببكي، لكن أنا زينة وزي الفل. يا رب يا بنتي، يعني ليلتك كانت حلوة امبارح وزي الفل؟ أيوة يما، اطمني. أنا طبعا ما كنتش قادرة أقول لها على أي حاجة من اللي حصلت. صبري لو عرف إني قلت أي حاجة ما أضمنش ردة فعله هتبقى كيف. أنا أصلا بخاف مني من قبل ما يكون جوزي ولا له حكم علي، ودلوقتي بترعب أكتر. بنخرج أنا وأمي من الأوضة وهو صبري عينيه علي، كأنه بيحذرني لو قلت له حاجة يكون على رقبتي. أمي وأبويا بيمشوا وأنا بحس إن أنا حد رابطني في رقبتي. حماتي قالت لي صباحية مباركة يا عروسة، واضح إن السهرة كانت صباح عشان كده ما قدراش تصحي وتقومي بدري وتنزلي زي ما قلتلك، كناني هفوتها لك النباتي. يلا قدامي على تحت، الخدمة مستنياكي. سيبيها بابا يا أما وانزلي وهي جا وراكي. الجملة دي بحس إن وراها مصيبة بتنزل علي. صدفة نزلت وهنا قلبي كان هيوقف. أمك كانت عايزاكي في إيه؟ زي أي أم يعني، ما بتطمن على بنت قفليلة زي دي. وانت قلت لها إيه؟ قلت لها كل حاجة زي الفل وليلتي حدت زينة الحمد لله. جدع، عارفة لو كنت قلت حاجة ومخبية عليا هعرف وساعتها ما ارحمكيش. لا يا سي صبري، ما قلت لهاش حاجة واصل. انزلي شوف أمي عايزاكي في إيه، وكلمة اللي أمي تقولها لك تتسمع. بعد إذنك يا سي صبري، ينفع بس تهملوني النهاردة عشان تعبانة من تجهيزات الفرح والفرش، من بكرة هنزل إن شاء الله. عايزة تعصي أوامر أمي من أولها ولا إيه؟ الكلمة اللي قلتها تتسمع. طب ناكل لقمة سوا من الفطار اللي أمي جايباه وبعدين أنزل. صبري بيسحب صينية الفطار قدامه. انزل انت دلوك ولما تطلع بأكلي. ماشي حاضر، هنزل وأمري لله. بتنزل تحت، وأول ما بتنزل بتلاقي عزيزة واقفة لها على السلم. يا أهلا بالهانم اللي نازلة قرب الظهر، اتفضلي على الزريبة نظفيها وتلحقيني على المطبخ عشان خاطر نلحق نعمل الغدا. بس أنا ما كنتش بنظف زريبة في بيت أبوي وما عرفاش بتتنظف كيف. ماني خابرة زين إنك عمرك ما نظفتي زريبة. تنظفي زريبة كيف وانتم ما فيش حداكم حتى معزة معيوبة، نمضارنا دايما فيها الخير. طب وليه الغلط بس يا عزيزة؟ أنا ما غلطتش فيك ولا فهلك عشان تغلطي فيا وفهلي. يا ليلة أبوك السودة، انت هتعرفين أعمل إيه وما أعملش إيه؟ والله لا ندملك على صبري أخوي ينزل يربيك. وبتنادي عزيزة على صبري، وبينزل صبري والغيظ باين في عينيه، وصبري من غير ما يسمع أي كلمة جابني من شعري وسحلني في الأرض. واللي حصل، لو عايزين تعرفوا باقي حكايتي والمصايب اللي هتحصل لي والمصايب اللي أنا هعملها، استنوا الحلقة الجاية وقولوا لي رأيكم في أول حلقة. يا ريت قبل ما أبدأ الحكاية تصلوا بينا على النبي. والقصة دي بقلم المبدعة سمية مصطفى كامل. بتنادي عزيزة على صبري وبينزل صبري الغيط وبيبقى باين في عينيه الغل، وصبري من غير ما يسمع أي كلمة جابني من شعري وسحلني على الأرض ونزل فيا واداني اللي فيه النصيب. فقدت الوعي، صدفة اتفزعت. يا حمتي البنت شكلها مهدت. عزيزة كانت ماسكة يدي وبتشوف النبض. لا يا أختي، عايشة وزي الكرتة، قلبها لسه بيدق، عقبال ما يوقف ونرتاح منيها. أنا كل ده وما عرفاش أنا عملت لهم إيه. أنا لسه أول يوم في بيتهم، ليه بتتمنى لي الموت عشان خاطر ترتاح مني؟ أنا أول مرة أشوف شر بالشكل ده. بس البت كده ممكن يجرى لها حاجة، دي عمالة تنزف. بقول لك إيه يا صبري، خدها يا ولدي واجري بيها على المستشفى، إحنا محناش ناقصين مصايب عشان واحدة زي دي. وبياخدني وبيجري بيا على المستشفى وبيقول لهم هناك إن أنا وقعت من على السلم. بعد شوية بفوق،
ألف حمد لله على السلامة. احكي لي بقى ايه اللي حصل لك؟ ماني قلت لك يا دكتور وقعت من على السلم، بس انا بسألها هي وعايزها هي ترد. ما انت شايف حالتها يا دكتور، شايفها تعبانة كيف وما عرفش ترد عليك. من فضلك اخرج بره، انا محتاج اسمع منها ايه اللي حصل. صبري بيبصلي بصة أنا عارفاها زين. أنا أخرج استناكي برا وقولي له للدكتور كل حاجة. قولي له كل حاجة حصلت، ما تخافيش. بيخرج يوقف برا وأنا ميتة في جلدي. قولي لي بقى إيه اللي حصل بالظبط، لأن أنا مش مصدق موضوع السلم ده خالص. يا دكتور أنا كنت شايلة صينية الفطار ونازلة بيها عند حماتي، ورجلي اتكعبلت في السلم ووقعت، والصينية وقعت فوقية بالأطباق عليها، وهي اللي عملت فيا كده. انت وشك جاية ما فيهوش أصلا معالم. ازاي يعني ده من الأكل اللي وقع في الصينية؟ وازاي يعني ما فيش أي حاجة من الأكل اللي كان في الصينية حاجة وقع عليكي؟ يا دكتور أنا قلت لك صينية فطار، مش صينية فيها غدا يعني. دي الصينية دي اللي بنعمل فيها الفطار هي اللي كانت فاضية، والأطباق اللي عليها كانت فاضية. أنا غسلتها في شقتي وقلت أنزلها لحماتي عشان الفطار بتاع تاني يوم أو العشاء. على العموم يا ستي انت حرة، كنت بحاول أساعدك لكن واضح ان انت مش عايزة تساعدي نفسك. تساعدني فيه بس يا دكتور، ما هو لو في حاجة كنت قلتها، وأنا يعني أخبي عليك ليه؟ بيدخل صبري. ايه يا دكتور، خلصتي تحقيق ولا لسه؟ ولا تحقيق ولا حاجة، مراتك عندك اهي، انا هكتب لها على خروج، لكن الأدوية اللي كتبتها تاخدها في موعدها، ويا ريت ترتاح بعد الوقعة الجامدة قوي دي. وبياخدني صبري وبنروح على البيت. أهلا بالغندورة، تعمل المصيبة وعايزة تودينا في داهية بعديها. فيها ايه لو كنت حطيت لسانك في بوقك وما ردتيش على عزيزة؟ اديك جبت لنفسك قلة القيمة والحياة، وكنت هتجيب لنا مصيبة لو كنت متي ولا جرالك حاجة. لا يا أما خلاص، هي كده اتعلمت من غلطها واتعلمت من اللي عملته وما هتكرروش تاني. واصل. بعد شوية باب الضرب يخبط. دي شكلها أمك جايبة صينية الغدا. ما ينفعش حد يشوفها كده يا أمه، خدها واطلع بيها على شقتك فوق وأنا هتصرف مع أمها. وبياخدني صبري وبنطلع فوق وأنا تعبانة وما قدرش حتى أتكلم. كيفك يا أم العروسة؟ منورة يا خيتي. البيت منور بأصحابها يا حبيبتي. عن إذنك يا خيتي أطلع لمنصورة أديها صينية الغدا. لك منصورة ما هي شفوق هي وصبري. شفوق كيف؟ داني كنت حداها الصبح وكانت موجودة. ايوه يا حبيبتي، لكن صبري ولد ابو قلب ابيض وحنين، كان عامل لها مفاجأة وحجز لها اسبوعين يقضوا فيهم شهر العسل في السكندرية، هم دلوقتي في الطريق. لكن منصورة ما قالت ليش ولا حتى اتصلت علي قبل ما تمشي تقولي. ما قالت ليش يعني حاجة زي كده؟ منهم كانوا مستعجلين في لم الشنط بتاعتهم، انت عارفة بقى ما كانوش عاملين حسابهم على سفر ولا حاجة، فكانت متلهوجة. حتى صبري ولدي قال لها قدام عيني اتصلي على امك وابوكي، قالت له لا عشان ما يقلقوش علينا. قالت له انا مسافرة في الطريق هتصل عليهم واقول لهم، وهم يا عيني من لهفتهم نسيوا تلفونها، انما صبري معاه تلفونه، ابقي كلميها على تلفون صبري يا حبيبتي. لكن وانا جاية شايفة نور شقتهم قايد، سافروا كيف وسايبين النور قايد كده؟ أعوذ بالله، انت عايزاهم يطفوا نور الشقة وهم ماشيين؟ كيف الوحش قوي. منصورة وهي ماشية كانت بتطفي النور، قلت لها سيبي أنوار الشقة قايدة عشان تفضل منورة بيكم طول العمر. حاكم ست الله يرحمها كانت تقول اللي هم الدارة ما يطفيش نورها. تبقى بقى صينية الغدا دي من نصيبك يا ست الكل، واني لما اروح اخلي صالح يتصل على صبري عشان نطمن عليهم. يلا مع السلامة، فوتك بعافية يا حبيبتي، اشوفك على خير لما يرجعوا بسم الله. مع السلامة يا خيتي. وبتطلع حماتي جري عندنا بعد ما امي بتمشي. بقول لك ايه، هات تلفون مرتك ده. ليه يا امه في ايه؟ يعني فهمت حماتك ان انت ومرتك سافرتوا السكندرية اسبوعين، وان انت كنت عامل لها مفاجأة، وانها نسيت تلفونها هني قبل ما تسافر، وحماك يتصل على تلفونك عشان يطمن عليكم. أنا طلعت أقولك عشان تبقى عارفة هتقول إيه، وفطن مرتك على الكلام اللي هتقوله، وتكون قاعد جارها وهي بتكلم أمها وأبوها. أما بالنسبة لتلفونها دي يبقى معايا الأسبوعين دول، عشان ممكن تخليك نايم وتتصل عليهم تقول لهم كل حاجة حصلت. خلي عينيك في وسط راسك وفهمها زين، لو بقها نطق بكلمة ممكن يحصل فيها إيه. عفارم عليك يا أم، فكرتي في الكلام ده ميت،
دي تفكير مخبرين صحيح. أمال ليه يا ولدي؟ تفكر إنك وحدك مخبر في القسم ولا إيه؟ لا يم، ودي تاجي ده انت ست الناس كلها. وبيقعدوا هم التنين يهزروا ويضحكوا، وأنا قاعدة في الأوضة جوا منهارة من العياط والتعب. بعد ساعتين بقول لك ايه، وكي بيتصل هتردي عليه وتقولي له ان احنا في السكندرية. هي كلمة تانية اقطع خبرك، واديك خبر زين انا ممكن اعمل فيكي ايه. حاضر حاضر يا سي صبري، كل اللي انت عايزه هعمله، بس ابوس يدك بلاش مند يد تاني. انا جدتي ما هيش مستحملها، والنوبة الجاية هموت في يدك. طول ما انت زينة وبتسمع كلام انا وامي وابوي واخواتي ما هعملكيش حاجة، انما بقى شطانك يقولك تعملي فيها ست زي باقي الستات هجيب اجلك، ما اخدش فيك يوم واحد، وانت عارفاني زين ان اقدر اعملك ته. لا خلاص، كل اللي هتقول عليه هعمله. هات بس اكلم ابوي لحسن زمانه قلقان عليا هو وامي. وبيديني صبري التلفون وبيفضل جنبي. ايوه يا ابوي، عامل ايه؟ توحشتك جو انت وامي. واحنا كمان توحشناك جو يا بنتي. بك كده يا منصورة يا بنتي تسافري مع جوزك من غير ما تقولي لي ولا تدينا خبر. ما تاخذنيش يا ابوي، صبري كان عاملها لي مفاجأة، ما لحقتش اتصل عليكم قبل ما امشي، ونسيت تلفوني في البيت. بس اطمن يا ابوي، وطمن امي اني زينة وزي الفل، والجو هناك في السكندرية جميل قوي. بصراحة سفرية نقصاكم. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا بنتي. صبري باين عليه حنين ولد حلال، كنتش متخيلة ابدا انه ممكن يعمل حاجة زي كده، لكن واضح ان قلبه ابيض. هو يبان شديد وواحر، لكن انا اكتشفت بعد جوازه منك انه قلبه زي البفطة البيضة. قوي يا ابوي، انا هقفل معاك بقى علشان خاطر هناكل انا وصبري، لحسن ده احنا على لقمة الفطار. ماشي يا بنتي، انا هقفل بقى عشان ما بقاش عزول. وبيقفل ابويا التلفون، واني حاسة ان الدنيا كلها اتقفلت في وشي، بس في نفس الوقت ما كانش ينفع اقول حاجة لابوي. كان منصور عمل فيا حاجة قبل ما يوصلني لابوي. وطبعا في الفترة دي كانوا بيجوا ناس كتير عشان يباركولنا، وحماتي كانت بتستقبلهم تحت وبتفهمهم ان احنا مسافرين. طبعا هي من مصلحتها ان محدش يشوفني وانا وشي مليان كده، عشان كده هي قالت ان احنا مسافرين اسبوعين عقبال ما الكدمات اللي في وشي تكون خفت، عشان محدش يعرف اللي عملوا فيا صبري. تاني يوم الصبح بنكون نايمين انا وصبري، وباب الشقة بيتفتح من غير حتى ما حد يخبط، وحماتي بتدخل الأوضة علينا وبتصحينا. يعني ما عرفاش أتبطل ودال عميت تهانم لساتك نايمة لغاية دلوقتي، ومال مين اللي هيخبز النهاردة؟ أنا جسمي مكسر يا حماتي من اللي عملوا صبري فيه ليلة امبارح، وما قدرش حتى أوقف على رجلي. أيوة اعمل من الحبة قبة. ما كلنا يا أختي بننضرب ونقوم زي الرغوان نعمل اللي ورانا، ما كانتش واحدة فينا تجرؤ تقول مش عاملة. لما نقوليه بقى على بنات اليومين دول، من علقة لا راحت ولا جت عايزة تنام لي وتريح لي، واحنا نخدم عليها بقى. لا يا حبيبتي، انا ما يعجبنيش الحيل المايل. جوزك يسندك وتنزلي تقعدي قدام الفرن تحت تخبزي وتعجني وتسوي، وانا من كرم اخلاقي اخلي سلفتك اللي تعمل الزريبة النهاردة، انا ما اعملي في حسابك، انت اللي هتعمليها بكرة ومن هنيها ورايح، كل واحدة فيكم هتعمل لها يوم. لا حبيبتي شهلي، اللي بحب حاجاتي تخلص بدري بدري وما حبش اللكاعة. بس يا حماتي، وبيقطع كلامي زيك صبري وهو بيقول كان البعيدة غبية، انت لسه ما خفتيش من العلقة عشان خاطر اديكي علقة تانية. هفضل الميت اقولك الكلام اللي امي تقوله وما تقولي لهاش له، لو هتسحفي على يدك ورجليك هتنزل تعمل اللي امي قالت عليه. بقوم من على السرير وانا جسمي مكسر وما قدرش اصلب طولي من التعب، وبنزل اقعد قدام الفرن اخبس واعجن واسوي، والجروح اللي في راسي عمالة تنزف دم من درجة الحرارة. امسح الدم اللي فوق راسك ده اللي نقط على العجين، احنا ما ناقصينش قرف، دمك زفر ويزفر العجين. هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا عزيزة؟ قصدك ايه يا منصورة؟ أنا حاسة انك عايزة تقولي حاجة بس انا ما فهمهاش. بقول يعني اللي تشوفيه. حاضر. وبمسح الدم في فوطة كنت حطاها جنبي، لكن اللي هم مش شايفينه ان كان قلبي اللي بينزف من جوه، كنت بنزف من القهرة اللي عايشاها وسطيهم. عدى على الحال دي أسبوعين، وبعدهم جات عشان خاطر تطمن علي. الحمد لله بالسلامة يا منصورة يا بنتي، يا رب تكوني انبسطتي في السكندرية انتي وصبري. ايوه يا اما انبسطت، امال ليه؟ مال وشك يا بنت؟ حاسة ان فيكي حاجة مش طبيعية. ايوه يا اما، اسكتي ما درتيش باللي حصل.
ساعتها صبري بيبصلي وهو بيبرك عشان ما أقولش حاجة. هي بنت اللي حصل لك قولي. كنت طول اليوم في البحر يما، وصبري يقول لي اطلع عشان تتعبي، وانا اقول له لا بالله عليك يا صبري هملني هبابة، وهو من طيبة قلبه كان بيسيبني. اهم حاجة ان افرح واتبسط. وفي يوم طلعت من البحر ومشيت واني هدومي مبلولة، خدت لطشة برد، لكن صبري فضل قاعد جاري يدني في الدواء لغاية ما بقيت زين الحمد لله. ربنا يجازيك خير يا صبري يا حبيبي، وخليكم لبعض ويعمر بيتكم وما يخربوش ابدا. يا رب يا حماتي. بقول لك ايه يا حماتي، احنا راجعين من السفر تعبانين وعايزين ننام، لما نقوم فايقين كده ابقوا تعالوا. حقك عليا يا ولد ما تاخذنيش عن اذنكم. وبتمشي امه وهي مكسوفة، وانا ما بقدرش اعمل لها حاجة، بفضل على الحال ده يجي 6 شهور. وفي يوم جرى ايه يا منصورة؟ كل الحريم اللي اتجوزك بعدك حملوا وانت لساتك ما فيش حبل، وكل ما اسألك تقولي لي لسه يا حماتي. هنفضلوا مستنيين لمتى يا خيتي؟ دي حاجة مش بإيدينا يا حماتي، أعمل إيه طيب؟ بيقولوا فيه دكتور حلو جو في البلد، روح اكشف وشوف العطلة منين. ماشي يا حماتي، هروح نكشف أنا وصبري. نعم يا أختي، أني صبري ولد راجل وسيد الرجالة، ما بيكشفش على خلفي يا حبيبتي. تأكيد العيب منيك انت، تروحي تكشفي وتتعالجي يا أمك قسما بالله لكون متجوزاه ستك وتجيب له بدل العيل 10. منصورة ردت عليها بقلة حيلة. وماله يا حماتي، أروح أكشف وحدي. لا هي خيتي، يعني هاجي معاكي عشان أسمع الدكتور بودني وهو بيقول إن العيب منيكي، مش تروحي تكشفي وترجعي تقولي الدكتور قال لي ما فيكيش حاجة. فكرنا عبطوا والمختومين على قفانا. اللي تشوفيه يا حماتي، شوفي عايزة تروحي ميتة واني هاجي معاكي. بكرة الصبح تعمل حسابك تنزلي بدري تخلصي شغل البيت عشان بعد الغدا نروح. ماشي حاضر. وبنروح أنا وحماتي للدكتور تاني يوم، وبعد ما الدكتور بيكشف عليا، بالله عليك يا دكتور تكتب لها دواء زين عشان خاطر تعرف تخلف، لحسن دي بقالها 6 شهور ما حبلتش يا دكتور، واضح ان عندها عيب كبير قوي، لان كل اللي اتجوزوا حدانا في البلد بعديها حوامل وبطنهم قدامهم شبرين. اما بالنسبة لصبري ولدي. ابنك اسمه صبري يا حاجة؟ ايوه ولد اسمه صبري المخرج. ايوه عارف، وبيجي عندي كل 2-3 أسبوع. صبري ولدي هنا بيجي عندك يا دكتور؟ طب ليه، هو تعبان ولا ايه قلب امه؟ صبري ابنك يا حاجة بيجي يتعالج عندي عشان عنده مشاكل تمنع الخلفة. يا ترى ايه اللي هيحصل في الحلقات الجاية؟ تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ انا يعني الابتلاء اللي حصل لي ده عايزة انه ما يعديش عادي كده، عايزة ان انا كل حلقة وكل قصة ما هاجي احكيها لكم اقول لكم رسالة، يمكن ربنا حب يستخدمني ان انا اقول لكم رسائل يمكن تأثر فيكم، يمكن تحسوا بفرق بيها. يعني زي مثلا ما ربنا لقاني متعلقة قوي بشغلي، ممكن اكون مقصرة في حياتي، مقصرة مع اهلي، مقصرة في كل حاجة مقابل شغلي، مقصرة في العبادات يمكن بسبب شغلي، فربنا حب ان هو يقدمني في اكتر حاجة انا بحبها او اكتر حاجة قلبي متعلق بيها. فرسالتي ليكم، اوعوا تتعلقوا باي حاجة غير ربنا، استمتعوا بالحياة واستمتعوا بنعم ربنا اللي منها علينا، ولكن اوعوا تأثروا في حق ربنا، لان ربنا غيور بيحبنا وبيحب يسمع صوتنا وبيحبنا نبقى متعلقين بيه هو. فاوعوا تتعلقوا بغير ربنا، لان صدقوني هتخسروا. وقبل ما ابدأ الحكاية يا ريت تصلوا بينا على النبي. صبري ابنك يا حاجة بيجي يتعالج عندي علشان عنده مشاكل تمنع الخلفة. انت اكيد قصدك حد تاني يا دكتور. الصبر تاني، ما هو الصبر ولدي يعني. لا صبر ولدي زين، هي اللي عندها مشكلة. لا يا حاجة، مشكلة مش عندها خالص، هي تقدر تحمل عادي جدا، لكن الفحوصات اللي صبري عملها بتثبت ان هو عنده مشكلة في الخلفة، ومشكلة كبيرة كمان، وحلها ياخد وقت كبير. طب احنا متشكرين قوي يا دكتور، بس سايق عليك النبي. من غير ما تقولي حاجة يا حاجة، صبري موصيني قبليكي ان مفيش اي حد في الدنيا كلها يعرف، لكن انا لما لقيت ان حضرتك امه فقلت مش مشكلة لما تعرفي، حضرتك اولى انك تعرفي، وفي الاخر الام عمرها ما هتعاير ابنها. بس اصول يا دكتور ما كنتش تقول قدام مراتها. دي مراته يا حاجة، يعني من حقها تعرف حاجة زي كده، وهي شكلها اصيلة وبنت حلال وهتصبر معاه. اصيلة؟ اصلك ما عارفش حاجة يا دكتور، ولاد الاصول خلص وخلاص من زمان.
القصد عن إذنك بقى يا دكتور لحسن اتأخرنا في الطريق وإحنا راجعين. بقول لك ايه يا منصورة، لسانك ينطق بكلمة من اللي سمعتيها عند الدكتور. أني ما عايزاش أقول لك صبري ممكن يعمل فيكي ايه. أظن يا خيتي انت مجربة وعارفة. عارفة يا حماتي، ما اتكلمش ولا هقول أي حاجة خالص. ولو حد سألك وقال لك ما حصلش حبل ليه لغاية دلوقتي هتقولي لهم ايه بقى؟ هقول لهم لسه ربنا مش رايد. لا ما ترديش انت خالص، أنا اللي هرد. إن رجعتيني في كلمة أقولها هقطع خبرك أنا وولدي صبري. فاهمة يا بنت ولا ما انتش فاهمة؟ فاهمة يا حماتي فاهمة. تاني يوم أمي بتاجي عشان تطمن عليا، كانت جايبالي معاها زيارة. عقبال ما ناجي نبارك لك يوم ما نشوف عوضك يا بنتي يا رب. يسمع من بقك ربنا. داني فضلت ادعي لها كانت تكتهي إني أشوف عوضها هي وصبري، لكن بقى واضح إن ربنا ما هوش رايد. يا ستار يا رب، انتي بتقولي كده ليه يا خيتي؟ هو فيه مشكلة ولا ايه؟ امبارح اخدت منصورة وصبري ورحت بيهم للدكتور عشان خاطر نشوف موضوع الخلفة دي. اصلهم متأخر وقوي، دول بكالهم متجوزين يجي 6 شهور. ايوه يا خيتي، وبعدين الدكتور قالك ايه؟ الدكتور قال لي صبري زين وسيد الرجال، انما هي اللي عندها مشكلة كبيرة بقى في الخلفة، وقال المشكلة تاخد وقت كبير على ما تتحل، لكن احنا عشان اولاد اصول هنعلشها، وهفضل ادعي ربنا ان اشوف خلفهم قبل ما اموت. يا ندامة، طب يا خيتي نروح نكشف عند دكتور تاني، يمكن الدكتور ده هو اتكشف غلط. لا يا خيتي، ما هو دي تاني دكتور نروح له، اصل الدكتور الاولاني قال نفس الكلام، فقلت له ما اكيد لا، اكيد الدكتور غلطان. فروحنا لدكتور تاني قال نفس الكلام، سلمنا امرنا لربنا بقى وقلنا الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. وصبري قال لي يما انا ما هسيبهاش ابدا، انا هفضل معاها لغايه ما تتعالج وربنا يرزقنا بالخلف الصالح منيها. اصيل وولد اصول طول عمره، ربنا يسعدهم ويهنيهم ويعوض عليهم يا رب بالذريه الصالحه ان شاء الله يا رب. ايوه يا خيتي كده، طول ما انت قاعده تدعي لهم، دول طيبين وولد حلال وغلابه. انا بكون قاعده مذهوله، بقينا في الاخر اللي طلعت معيوبه وما بخلف شيء، وبتقول الكلام ده لمين؟ لامي. اني طبعا لو كنت فتحت حنقي وقلت اي حاجه كانوا بهدلوني انا وامي. اضطريت اسكت واني مقهوره وجوايا نار انا وحدي بس اللي حساها. المشكله عندي مش في كل ده، المشكله ان صبري عارف انه عندي مشكله وراح كشف وبيتعالج، لكن ما قاليش. ولما عرف ان انا رحت كشفت مع امه وعرفنا حاجته عن الخلفه هددني هو كمان لدرجه انه جاب السكينه وحطها على رقبتي، وقال لي لو اتكلمت ولا فتحت حنقك بأي حاجة هيكون جايب خبري. وفي يوم من الأيام عزيزة كانت متجمعة مع بنات خالتها، كانوا قاعدين تحت في شقتهم، ولقيتها بتندم عليا عشان أنزل أقعد وياهم. أنا طبعا استغربت، لأن هي ما كانتش بتحب إني أكون في وسطيهم لما بيكونوا متجمعين. إيش معنى المرة دي يعني اللي عايزين ننزل أقعد وياهم؟ بس أني قررت أنزل لأني ما عنديش اختيار تاني. إحنا ما ينفعش أقول له مش نازلة أو ما قدراش، وكمان عشان خاطر أفك نفسي شوية من السجن اللي أنا عايشة فيه ده. وبالفعل بنزل وبقعد معاهم. مالك يا منصورة، حاسة إنك متضايقة من حاجة؟ لا ما فيش حاجة يا صحرا، وأنا اللي هيضايقني يعني ما نزينا. ها أنت بتكدبي ليه يا منصورة؟ قولي لهم هما مش غربة، دول بنات خالتي. معقولة يعني أتخبي على بنات خالتي؟ يبقى في حاجة. أنا برضو قلت كده، في إيه بقى مخليكي متضايقة بالشكل ده؟ ما فيش يا ستي، أطلع كشفت امبارح عند الدكتور وعرفت إن هي ما بتخلفش، ومن ساعتها وهي متنكدة زي ما انت شايفة كده. عشان كده أنا ناديتها عشان تقعد معانا كده تخرج نفسها شوية من اللي هي فيه، لحسن قعدتها وحديها كده بالمنظر ده تتعبها قوي وتتعب نفسيتها. يا عيني، يعني انت ما تعرفيش تخلف يا منصورة؟ والله صعبت عليا قوي. والله يا صحر هي صعبانة علينا كلنا وكلنا بندعي لها. ده حتى صبر أخويا والما عرف موضوع الخلفة دي قال إنها تجوز واحدة تانية عشان أخلف منيها. أنا ما ينفعش ما يبقاش عندي ذرية، لكن أنا وأمي قلنا لا أبدا، حافظ على مرتك وبيتك ووقتها نعدلوك. لكن يا عالم بقى قدام شوية لما يحس إنه سنه كبر ومحتاج عيل يسنده ممكن يفكر في الموضوع تاني ولا لا. وانت عارفة بقى الرجالة بيفرق معاهم الموضوع ده قوي. أنا في اللحظة دي عرفت ليه عزيزة ندتني،
عزيزة ندتني عشان تعمل لي مسخرة وسطيهم وتفضل تتنجوز عليا بالكلام معاهم، وكل واحدة فيهم بكلمة، ويا عيني ويا حرام، وزعوا في البلد كلها إن أنا ما بخلفش، وبقيت أسمع كلام زي السم من الناس اللي حواليا. وفي يوم واحدة قريبتهم خلفت وحماتي صممت إنها تاخدني معاها عشان خاطر يعني أبارك لها. أنا كنت رافضة أروح لكن هي أصرت. ألف مبروك يا حبيبتي، مبروك ما جالك. والله دي منصورة مرات ولد أول ما عرفت إنك خلفتك قعدت تتحلل عليا عشان تجي معايا عشان تبارك لك. فيها الخير، ربنا يرزقها ويعود عليها. بس انت عارفة يا منصورة الواد نازل تعبان، دول كانوا هيحجزوه مني في المستشفى، بس أنا اللي قلت لها بقى، واني كمان كنت هموت في الولادة. ما انت عارفة بقى الولاد أوعى كيف. يوه صحيح معلش نسيت. وانت هتعرفي منين؟ هو انت كنت ولدتي قبل كده ولا عمرك هتولدي يا كبتي عشان تعرفي الولادة عاملة كيف؟ فضلت أسمع من الست كلام زي السم عشان خاطر تبعد عناية عنيها هي وولدها، وفي نفس الوقت هي عمالة تعايرني بعدم الخلفة وبإني ما أعرفش أخلف طول حياتي. أني بسمع الكلام ده وأنا قلبي بيعيط من جوه وبفضل ساكتة، ما بقدرش أنطق ولا كلمة. وطبعا ما أقدرش أقوم وأمشي قبل ما حماتي تقول لي إن إحنا ماشيين. أني حسيت بانهيار، حسيت إن قلبي مكسور. روحت وأنا مقهورة وحاسة إن قلبي هيوقف من القهرة. في البيت كنت قاعدة وحدي وبفكر في سري، هو أني هفضل الميتة في الذل ده؟ هو أني عملت إيه عشان يحصل فيا كل ده؟ دول ما شافوش مني غير كل خير، بيتعاملوا معايا كأنهم اشتروني من أبوي. يا ريتهم حتى اشتروني ودفعوا حقي. دي حتى صبري حكم على أبويا يفنش الشقة كلها ويجيب لي كل حاجة في العفش والفرش. يعني هو اشتراني ببلاش وما تكلفش فيا مليم، وانا اول ما رجلي ما خطت طارهم وانا ما شايفاش منيهم غير القسوة والظلم. أنا لو فضلت على الوضع ده هموت. أنا لازم أفوق لنفسي وأخلص نفسي من اللي أنا فيه ده، وبنام على نفسي وأنا عمالة أفكر في طريقة تخليني أخلص من اللي أنا فيه. وكل ما أفكر في حاجة ألاقي نفسي بفكر في إني أنا حياتي واستغفر الله يعني. بس كل اللي كان موقفني عن الفكرة دي إني هموت كافرة وإني هقهر أمي وأبوي عليا. فبرجع في الفكرة دي وبقول بدل ما أمي وأبويا يتقهروا لما أموت أتقهر أنا وأنا عايشة، بس هما ما يتقهروش. وبروح في النوم وأنا عمالة أفكر. وفي يوم وأنا في الدار تحت عند حماتي بخدم بيكون في صويت وزعيق في الشارع، كان صوت عالي قوي، كل اللي في الدار بيخرجوا جري عشان يشوفوا فيه إيه، وحماتي كمان بتخرج من أوضتها جري وبتسيب باب الأوضة مفتوح. والأوضة دي حماتي بتكون حريصة إنها تكون مكفولة باستمرار، وطول ما هي جوا قافلة على نفسها بالمفتاح. بدخل الأوضة دي جري، وأول ما بسمع صوتهم داخلين بخرج من الأوضة وأدخل المطبخ زي ما كنت. غريبة إنك ما خرجتيش معانا يا منصورة تشوفي فيه إيه. وتخرج ليه يعني؟ إن شاء الله هيتصرف تزيه، هي ملهاش علاقة بأي حاجة بتحصل حواليها واصل. أصل ما رضيتش أسيب شغل المطبخ وأخرج عشان حماتي ما تزعلش. شاطرة يا بت، إيه وقته عايزاكي ما تفكريش في أي حاجة غير في إنك ترضينا وبس. طب أنا خلصت شغل المطبخ يا حماتي، أستأذنك بس هطلع الشقة فوق دقيقتين أغير خلاجاتي اللي اتبلت وانزل تاني، عشان وأنا بعمل بقية الدار ما بهدلش الفرش بالمية اللي على خلاجاتي دي. اطلع يا خيتي، بس يا رب ما تتأخريش عشان نلحق نخلص قبل الظهر ونعلق على الغدا. من عيني يا حماتي. وبطلع جري على الشقة وأنا بتشاهد إن حماتي وافقت إن أنا أطلع، أصلا لو ما كانتش وافقت كانت هتبقى كارثة. شوية ونزلت، وكنت شايلة هم لحسن حماتي تكتشف إن أنا دخلت أوضتها، ساعتها كانت ممكن تموتني وتدفني في نفس الأوضة وتقول ما شفتهاش. لكن الحمد لله هي ما حسيتش بحاجة خالص، وطبعا دخلت أوضتها وقفلت عليها الباب، وشوية وخرجت وقفلت وراها الباب، وقعدت طبعا تدي في أوامر هي وعزيزة بنتها. انتوا طبعا ممكن تستغربوا وجود عزيزة في دار أبوها كتير، أصل عزيزة جوزها مسافر بيشتغل برا يعني، فهي قاعدة يعني في دار أبوها هي وولدها. المهم بعدها بكم يوم تلفوني بيرن، بكون واقفة في المطبخ تحت بنظفه. ايوه ياما اتوحشتك قوي، ابوك مات يا منصورة، مات. انت بتقولي ايه ياما؟ ابويا مات كيف ياما؟ كان راجع من صلاة الفجر ووقع في الشارع وولاد الحلال ودوه المستشفى، والدكاترة قالوا انه مات بالسكتة القلبية. يا وجع قلبي عليك يابا، يا قهرة قلبي بنتك عليك يا غالي. حماتي بتجي جري هي وعزيزة على المطبخ. في ايه يا بيت؟ وقعت قلبي، ابوي مات، ابويا مات يا حماتي.
حرام عليك خضتيني، فكرت صبري ولدي جرى له حاجة. الحمد لله ان صبري بخير وربنا يرحم ابوكي. احنا لازم انا اروح دار ابويا دلوك. اطروحي فين يا بنت؟ والمطبخ ده مين هيعمله، اني ولا عزيزة؟ اقفي كمل المطبخ وعلقي على الوكل، وبعدين ابقي روحي دار ابوكي واحنا نبقى نطفي على الوكل بعد ما يستوي. وتروح من دلوك ليه يا ام؟ العزة يبقى اخر النهار، ايه اللي يخليها تروح دار ابوها من دلوك؟ لا ابوس يدك يا عزيزة، انا لازم أنا اروح دار ابويا، انا لازم أنا اكون جار امي دلوك. وهتعملي لها ايه يعني لما تكوني جارة؟ هتفضلوا تعيطوا وتنوحوا وخلاص. خلصي شغل البيت واخر النهار بيروح العزل عشان الناس ما تاكلش وشك وتقول ما جاتش عزبوها ليه. بس انا عايزة اروح دار ابويا، عايزة اروح اودعه. ابوس يدك يا حماتي خليني اروح. خلصي اللي وراك وابقى شوف. وعزيزة ما بترضاش تخليني اروح اشوف ابوي قبل ما يتغسل ويدفن، وبروح اخر النهار على العزا زي الغريب. وطبعا وانا معايا حماتي وعزيزة. ما جيتيش ليه من بدري يا بنتي؟ احنا مكلمينك من الصبح وفضلت مستنظراكي. دي يا حبة عيني فضلت تصرخ لغاية ما وقعت من طولها، جرينا عليها انا وعزيزة وفوقناها وجبنا لها الدكتور كمان، والدكتور اداها حقنة مهدئة. فضلت نايمة واحنا ما رضناش نصحيها عشان ما يحصلهاش زي اللي حصل لها قبل كده. سيبناها لغاية لما قامت الحالة، واول ما قامت وكلتها لقمة بالعافية وخدناها انا وعزيزة وجينا. أنا برضو قلت كده، قلت بنتي ما تستحملش خبر موت أبوها، أصله كان حبة عينيها. أنا كنت قاعدة أعيط، كنت منهارة، أنا كنت مزلولة في بيتهم وضايقة القهر ألوان، وهو أبويا عايش، هيعملوا فيا إيه بعد ما مات؟ وبنقعد ساعة في العزا. يلا بينا يا منصورة يا بنت نروح دارنا، الوقت هيتأخر علينا كده. حمليني في دار أبويا 3 أيام بتوع العزا يا حماتي. لا يا بنتي، قعدتك وسط الصويت والعياط دي وناس داخلة وناس خارجة هتتعب لك أحصابك. أنا خايفة عليك يا حبيبتي، أنا وعزيزة في الدار هنكون عينين عليك واخدين بالنا منيك، ولا هي سعدية يا خيتي؟ عندك حق يا خيتي. قومي يا منصورة على بيت جوزك مع حماتك وخيت جوزك، قعدتك ملهاش عازة. وبقوم أقف وأنا مغلوبة على أمري عشان خاطر أمشي مع حماتي، لكن بحس إن الدنيا كلها بتلف بيا، ما بحسش بحاجة بعد ما بقع على الأرض. واللي حصل لو عايزين تعرفوا باقي الحكاية استنوا الحلقة الجاية. وخلاص وصلنا للحلقة الأخيرة يا حلوين اللي احنا بجد متحمسين لها عشان نشوف بقى البريئة دي هتعمل ايه في المغرور. يلا بينا نبدأ الحكاية، بس قبل ما أبدأ صلوا بينا على النبي. وبقوم أقف وأنا مغلوبة على أمري عشان خاطر أمشي مع حماتي، لكن بحس إن الدنيا كلها بتلف بيا، ما بحسش بحاجة بعد ما بوقع على الأرض. وبفوق بلاقي نفسي فوت في بيت أبويا، النور مطفي وسايبني في الأوضة نايمة. تاني يوم الصبح بدري، الحمد لله على سلامتك يا بنتي، أنا قلقت عليكي جو بالليل لما وقعتي من طولك، وجبنا الدكتور وقال إنك تعبانة ومحتاجة ترتاحي. أنا عارفة يا قلب أمك إن موت أبوك كان صعب عليك قوي، بس لازم تشمتك ده عشان خاطر ما توقعيش من طولك تاني. ادعيلي يما، ادعيلي ربنا يقويني. على إذنك يما، أنا خارجة وراجعة تاني. خارجة؟ راح على فين يا بنتي دلوك؟ احنا لساتنا الصبح بدري، قولي لك لقمة الأول وبعدين روحي. أنا ما رايحاش على البيت يما، أنا رايحة مشوار وادعيلي توفق فيه، بس وحياة الغاليين عندك ما تسأليني رايحة فين ولا راجعة ميتة. أنا بدك تقلق يا بنتي، رايحة على فين؟ ريحي قلبي وريحي قلب أمك يا قلبي. هم لكل حاجة لوقتها يما، وأني هريح قلبنا كلنا. ربنا يستر يا بنتي، طب ما تتأخريش لحسن هفضل قاعدة قلقانة عليك لغاية ما تعاودي. وبخرج ساعتين وبرجع. هاي يا بنتي توفقتي؟ ايوه يما، ادعي لي تكمل على خير. اخر النهار بتاجي حماتي عشان خاطر العزا. كيفك دلوقتي يا منصورة يا بنتي؟ يا رب تكوني بخير. والله قلبي اتخلى عليك ليلة امبارح لما طبيتي على الارض كده ساكتة. اني زينة وبخير يا حماتي، خبر موت ابوي هدني بس. طيب يا بنتي، اظن كفايه كده بقى في بيت ابوك، هتعودي معانا على بيتك صح؟ ما تخليها يا صدفه يا خيتي قاعده معانا اليومين دول، البنت تعبانه ومحتاجه ترتاح. قصدك ايه يا سعديه؟ قصدك ان بيتك ما هيش مرتاحه حدانا؟ دي متشاله على كفوف الراحه، حتى اساليها تقولك. ايوه يما، الحق يتقال، اني ما شفت صراحه قد اللي شفتها في دارهم. اني روح مع حماتي يما،
برضو دار جوزي هو داري، وكمان ما يصحش أسيب زوجي أكتر من كده وأقعد هنا. مرات ولدي عاقلة ورزينة، صبري ولدي عرف يختار. يلا قومي يا خيتي خلينا نمشي. والأول مرة بدخل الدار بتاعهم واني مرتاحة. كأن القعدة في دار أبوك لدت عليك يا منصورة. أبدا والله يا سي صبري، داني معرفتش أنام ولا عيني دقت النوم برا دارك. أول وآخر مرة تنامي برا الدار، مرات صبري المخبر ما تنامش برا الدار واصل. من عيني يا سي صبري، توبة كررها تاني آخر نوبة. أنا طالع شقتي فوق رايحة بابا عقبال ما تجهز العشاء. اطلع يا ولدي نام وارتاح براحتك، وأول ما العشاء يجهز منصورة تطلع لك تصحيك. وانت يا منصورة يلا على المطبخ جهزي العشاء واعملي في حسابك. عزيزة النهاردة عملت المطبخ منك ما كنتيش موجودة، لكن من هنا ورايح ما فيش خروج واصل. خلاص عايز أبوكي ما فضلش فيه غير يوم واحد، وتروحي في يدي وترجعي في يدي. لا يا حماتي خلاص أنا بتعب لما بروح العزا، أنا ما أروحش تاني. جدع يلا ادخلي على المطبخ حضري العشاء لصبري عشان يقوم يتعشى ويكمل نوم براحته. وبدخل المطبخ وبحضر العشاء وبطلع عشان أصحي صبري. في ايه بهيمة في حد يصحي حد كده؟ حقك عليا يا سي صبري، لكن انت قلت لي صحيك للعشاء. امشي غورة من وشي وانا قايم، وبعد كده تصحيني بالراحة ولا اقول لك تصحينيش خالص. امي تصحيني حكم انت غشيمة. وماله يا سي صبري، حماتي تبقى تصحيك، أني نازلة وانت ما تبقاش تتأخر عشان العشاء سخن. وبينزل صبري يتعشى بعد ماما طبعا بتقوم ويفوق. صبري بيرمي صينية العشاء على الأرض. ايه القرف ده؟ انت عارفة ان انا ما باكلش الوكل بارد، انا ما عرفش افضل افهم فيك لغاية ميتة. قوم يا بهيمة لم الوكل اللي على الأرض دي وادخل المطبخ حضري غيره، وياك تجيب اكل بعد كده بارد. بوطي وانا عيني ما قدرش توقف من العياط. بلم الأكل اللي على الأرض في الصينية وبكنسه طبعا، وبمسح مكانه عشان أنظف الأرض، وبدخل بوقف في المطبخ بحضر عشاء غيره، بحط العشاء قدام صبري وبفضل واقفة. امشي غور من وشي توقفت بصيلي للقمة اللي داخلة جوفي. لا يا سي صبري، أنا واقفة لتحتاج حاجة وتطلبها مني. اخفي عن وشي، أنا معي سلمى طيفك أصلا قدامي، ما عدتش طايقك، مش كفاية معرفاش تجيبي لي حتة عيل. بس يا سي صبري أنا لما كشفت وبيقاطعني صوت حماتي وهي بتزعق على آخرها. انت يا منصور اكتب خالص، ولا انت بتقوليه دي تنسيه، ولا انت مصدقه كلام الدكتور الخرفان ده اني ولدي صاغ سليم وزي الفل وراجل وسيد الرجاله، والدكتور ده اصلا كان بيني وبين صبري ولدي عداوه زمان، وما صدق صباح صبري جه تحت درسه وقام قايل كده على صبري ولدي عشان يقل منه قدامك، لكن صبري كشف عند دكتور غيره واخد معاه الفحوصات بتاعتك، والدكتور التاني قال له انه هو سليم وزين وان انت اللي معيوبه، وكل حاجة باينة وواضحة في الفحوصات بتاعتك. احنا ما هنفتريش عليك يعني يا حبيبتي، وإن شاء الله من قدام الصبر يخليه يعرف ياكل اللقمة. بسمع منيها الكلام اللي هي بتقوله، اللي هي عايزة تقنعني بيه إن العيب مني أنا في موضوع الحبل والخلفة، وأنا مقهورة حتى دي بتزورها وعايزة تقنعني بعكسها. بس أنا من جوايا كان في حاجة بتهديني وبتحسسني إن نهاية القهر والذل دي قريبة قوي. وبعديها طلعت أنا وصبري عشان خاطر النار، لكن أنا ما جاليش نوم وفضلت قاعدة سهرانة للفجر. وفي الفجر مليت الحقنة اللي بملاها كل ليلة ودخلت بيها عليه الأوضة عشان أعمل اللي بعمله كل ليلة، لكن للأسف زي ما انتم شايفين كده حس بيا ومساكني. أنا مش هسيبك النهاردة غير لما أعرف الحقنة دي بتاعتيه وبتديها لي كل ليلة ليه وكيف. أنا نومي خفيف قوي، ولو كنت باخد حقنة كل يوم أكيد كنت أحس. الحقنة دي أنا ما كنتش بديها لك يا صبري، مال بتعملي بيها إيه جنبي دلوك؟ وأفضيها لك في العصير اللي بكون حطاه جنبيك على الكومودينو اللي بتصحى من النوم الصبح تشربه، بألف هنا وشفا على قلبك. ومن ميتة وانت بتعملي كده؟ من ساعة ما رحت المستشفى ولا الجواز، لما مسكتني ضربتني علقة كنت هتموتني في يدك. دكتور ما صدقش كلامك لما قلت له اني وقعت من على السلم، ولما خرجك برا طمني وقال لي كل كلمة أقولها له مش هيقولها لحد واصل، وقال لي إنه عايز يساعدني لأنه عارفك وعارف إنك مفتري وظالم. ولما حكيت له على كل حاجة اداني جزاز الدواء وقال لي أحط لك منيها سنتي كل يوم في كوباية العصير، ولو تلاحظ من يوميها وأني بقيت أحط كوباية العصير جنبك بعد ما بتروح في النوم، وقبل ما تقوم بهبابة بحط فيها الدواء
عشان مفعوله ما يبطلش، والحقنة دي فيها الدواء اللي انت بتاخده من يومها. هو الدواء ده بيعمل ايه يا بنت الفرطوس انت؟ الدواء ده يا صبري يخليك ما تعرفش تخلف تاني. عشان كده لما رحت للدكتور بعد ما أخدت الدواء اللي كنت بديهولك كم شهر كده، الدكتور قالك إن عندك مشكلة في الخلفة. المشكلة دي بقى الدواء هو اللي عملها، وانت حرام فكر إنك ما بتخلفش. وانت بتديني دواء عشان ما خلفش ليه يا بنت؟ عشان ما خلفش عيل منيك يطلع شبهك وبذرة وعفشة كيفك بالظبط. أني ما ربيش عيل انت تكون أبوه. صبري مسكني من شعري. بك انت تعملي فيا كل ده يا بنت الرفضي؟ تاني هموتك واخلص منيكي. وماله يا صبري، اعملها، بس أنا كنت عايزة أقولك على حاجة قبل ما تموتني. الأوراق بتاعتك انت وأمك اللي كانت في الخزنة تحت معايا، الأوراق اللي تثبت إن انت وأمك بتتاجروا في السلاح في السر، وبتحفروا وبتدوروا على آثار وحاجات تانية كتيرة جو وبلاوي ياما عاملينها انت وأمك. عشان كده أمك ما كانتش بتحب حد يدخل أوضتها، ودس كل حاجة في الخزنة وقفل عليها من مفتاح. لكن ربك لما بيريد يوقع حد ويكشف عنه ستره يسلط عليه واحدة غلبانة كيفي ويوقع في يد الحاجات دي كلها. صبري مد يده علي. حتى دي سيرك يا بنت الفرطوس، احنا كيف ما خدناش بالنا من حاجة زي كده؟ عشان ربنا لما بيحب يفضح حد بيعمي عينيه. والله لقطع خبرك قبل ما الورق ده يروح في حتة. قولي لي قبلها شايل الورق فين يا بنت المنكوب انتي؟ الورق في مكانه اللي المفروض يكون فيه يا صبري عند الحكومة. يا لطين، وتوديت الورق عند الحكومة كيف وانت بتخرجيش من الدار إلا في يدي أو في يد أمي وبترجع في يدها؟ لا، ماني واني رايحة العزا بتاع أبويا امبارح خدت معايا الورقات تحت الهدوم من غير ما أمك تحس بيا. كنت مظبطة إن أنا هبات هناك وما هرجعش مع أمك، ولما أمك قالت لي يلا نمشي عملت حالي تعبانة وقعت من طولي. كنت سامعة كل اللي حواليا لكن مرضتش أفوق وأفتح عيني عشان يتخضوا عليا ويجيبوا الدكتور، والدكتور طبعا هيقول لازم ترتاح، وأني عارفة إن أمي ما هتسيبنيش أمشي ولا أمك هتعرف تاخدني وأنا في الحالة دي وهتهملني وتمشي هي. وهو ده اللي حصل. أمك سابتني ومشت، وأنا صحيت الصبح وطلعت بالورق على الجسم، وانت حبايبك كتير هناك اللي انت مرضي فيهم، وأول ما مسكوا عليك الورق ده انت وأمك وجوز خيتك عزيزة اللي مسافر عملوا معاك الواجب وزيادة. ونسيت أقول لك كمان إن أمك زمانهم بيقبضوا عليها تحت، وهبابة وهتلاقيهم بيخبطوا عليك عشان يقبضوا عليك انت راخر. أما بقى جوز خيتك هيتمسك هناك ويترحل ويتحبس معاكم. وبنسمع صوت أمه تحت وهي بتصوت وبتندم على صبري. الحقني الحقني يا ولدي، الحق أمك يا صبري، شكلها ما تعرفش إن صبري هيحصلها دلوك. صبري ضغاظ وهو بيمد يده عليا. يا بنت الرفضي، بك انت يطلع منك كل ده واحنا اللي كنا مستهونين بيكي. اتاريني بربي حياة في ظهري، انا كيف ما خدتش بالي منك ومن خبصك؟ انت لازم تموتي. بيقطع كلامه صوت هبد على الباب. للأسف يا صبري ما تلحقش تموتني، أصلا جم يقبضوا عليك، هملني بقى عشان أفتح له. صبري مسكني من رقبتي. ما سيبكيش نقدي ولا قدي رايح في داهية يبقى موتك واخلص من شرك. ما تلحقش برضه يا صبري، أصلا أنا نسيت أقولك إن أنا اديتهم مفتاح باب الشقة عشان أنا عارفة اللي أنت هتعمله، وعاملة في حسابي إن هم هيعدوا بدري زي ما أنت شايف كده. كنت عايزاك تفتح عينيك على الصبح كده تلاقيهم واقفين قصادك بالمرصاد وياخدوك من سريرك من غير حتى ما تلحق تغسل وشك. كان أنت دايما متصربع على حالك كده، وحركة المفاجأة اللي أنا كنت عاملها لك. وبيقبضوا على صبري وأمه وجوز أخته، وبروح أزور صبري في الحبس. اصبري علي ده، أنا لما أخرج من هنا أخلص عليكي. تخرج من فين يا صبري؟ أنت بتحلم ولا إيه؟ بكرة تشوفي، من هنا لغاية ما أخرج تهمل دار وترجع دار أبوك وتسيب الدار العزيزة. واه، تاني برضك نسيت أقول لك إن أنا رفعت عليك قضية خلع من ياجي شهرين واتحكم لي بيها من 3 أيام. إيه يعني؟ ما فهمش بعمل إيه؟ والمحامي بتاعي الله يبارك له فهمني إن أنت ما تعرفش عن القضية دي أي حاجة، أصل الدكتور كان موكل محامي كمان، وللعلم الدكتور برا مصر. أما بقى بالنسبة للدار، من ضمن الورق اللي أخدتها من خزنة أمك كان عقد الدار اللي باسمك، وعملت عقد تاني بيع وشراء باسمي وختمته بالختم بتاعك انت وأمك اللي حاطينه في الخزنة، وحطيت لك مع الدواء منوم. ولما رحت في النوم وبقيت مدريانش بحاجة بصمتك على العقد
ومسحت أثر الختم من يدك بالكحول والكلور. انت كذابة، الختم بتاعي في الخزنة وانا شايفه قبل ما انام بالليل. من أول ما شفت العقد شغلت مخي وقلت ما ينفعش أخد من الخزنة ختمك انت وأمك. قمت خاتمة على ورقة فاضية لقيتها في الخزنة برضه، وعملت العقد وهو عليه الختم وبصمتك عليه. يعني الدار دلوقتي بتاعتي وباسمي، وبكرة الصبح أروح أسجلها في الشهر العقاري. أما بقى بالنسبة لعزيزة خيتك، لما شافت اللي حصل فيك انت وأمك وعرفت ان الدار بقيت بتاعتي، خفت وماتت في جلدها. بالأخص بقى لما قلت لها ان انا ماسكة عليها يا كمان ورق زيكم، بقيت زي الختم في صباعي، أقعد زي الهانم وهي تخدم علي، وبعمل فيها كل اللي اتعمل فيا منيها هي وأمك. عشان كده ما رضيتش أبلغ عنيها، عشان ألاقي حد أراضي فيه وزله. صبري ما استحملش كلامي وتخطيطي وبيوقع من طوله، وبسيبه وبخرج هما بيحاولوا يفوقوه، وأنا حاسة بانتصار عمري في حياتي ما حسيتها قبل كده، وعمري في حياتي ما كنت أتخيل إن أنا ممكن أعمل حاجة زي دي. لكن اللي شفته منيهم هو اللي خلاني أفكر كده، لأني لو ما كنتش عملت كده كانوا يفضلوا يزلوا ويقهروا فيا لغاية لما موت. وجبت أمي وإخواتي يعيشوا معايا في البيت، وعزيزة بتخدم علينا كلنا. لكن طبعا ما كنتش باكل أنا وأمي وإخواتي من يدها، ليش ضمني تحط لي سم عشان تخلص مني؟ وخد المفاجأة بقى، أن اتقدم لي مأمور القسم واتجوزته بعد شهور العدة على طول في داري الجديد اللي هي كانت دار صبري قبل كده. حاسة أني كنت المفروض أنتج منيهم حبة كمان، لكن أمي بقى قالت لي خلاص يا بنت الطيب أحسن، أنتوا شايفين كده ولا كنت أنتجم كمان وكمان؟ هستنى رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى تشتركوا لي في القناة وتفرحوا قلبي وتعوضوني عن الخسارة اللي خسرتها.